مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. فضلا وليس أمرا، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلك كل جديد. عدي الدباغ حارس مرمى حارات القدس الذي أصبح بطلا لكأس اسكتلندا. قاد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ فريق أبردين للتتويج بلقب كأس اسكتلندا لكرة القدم، محتلا الترتيب الثاني على مستوى هدافي هذه البطولة برصيد 3 أهداف، بعد مدة من الزمن تحول فيها من مجرد حارس مرمى هاوي في حارات البلدة القديمة في مدينة القدس إلى أهم محترف في تاريخ فلسطين. ولد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في 3 من شهر ديسمبر كانون الأول عام 1998 في حارة السعدية بالبلدة القديمة لمدينة القدس. ولم يتأخر عدي كثيرا في إظهار موهبته وحبه لكرة القدم، فمارسها حارس مرمى متنقلا بين رفقائه إلى أن وقعت أعين كشفي هلال القدس على موهبته، فاختاروه للانضمام إلى الفريق في سن 12 عاما. قدرات علي الدباغ الهجومية أقنعت مدربه خضر عبيد لاعب الوحدات الأردني السابق على تغيير مركزه، فاستخدمه في مركز جناح الأيسر أو المهاجم الصريح، ما ساعد الدباغ على أن يكون قريبا للمرمى أكثر، فقاد فريق هلال القدس إلى التتويج بلقب الدوري الفلسطيني للمحترفين ل3 مواسم متتالية في سابقة تاريخية، إلى جانب التتويج ببطولة كأس فلسطين، وتضمن ذلك حصوله على لقب هداف الدوري موسم 2018-2019 واستدعائه لقائمة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم. مسيرة ابن العاصمة الفلسطينية مع الاحتراف بدأت بانضمامه إلى فريق السالمية الكويتي في تموز عام 2019، ومنه إلى فريق القادسية، لكن مهاجم أسود العاصمة لم يتمكن من إثبات قدراته كثيرا بألوان الزعيم بعد معاناته من كثرة الإصابات، فانضم على سبيل الإعارة إلى نادي اليرموك الذي سجل معه 6 أهداف في 9 مباريات. وفي صيف عام 2021 أصبح عدي الدباغ أول فلسطيني يحترف في أحد الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى بعد انتقاله إلى نادي أروكا البرتغالي بعقد امتد لعامين مقابل مبلغ 200 ألف يورو، فسجل معه 15 هدفا خلال 45 مباراة. ثم انتقل عدي إلى نادي شارلروا البلجيكي، لكن هذه المحطة لم يكتب لها النجاح، وفي قرار متوقع خرج الدباغ معارا إلى فريق أبردين الاسكتلندي في 3 من شهر فبراير شباط الماضي، وتمكن خلال رحلته القصيرة مع الفريق من كتابة التاريخ عندما وقع على هدف تأهل الفريق إلى المباراة النهائية من بطولة كأس اسكتلندا أمام هارتس في الشوط الإضافي الثاني في الدقيقة 118، إلى جانب تنفيذه ركلة ترجيحية ناجحة في المباراة النهائية أمام نادي سلتيك، مختتما البطولة في الترتيب الثاني للهدافين 3 أهداف، ومتأهلا مع فريقه إلى بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم القادم. تتويج عدي الدباغ بلقب بطولة كأس اسكتلندا جعله أول لاعب فلسطيني يصعد إلى منصات التتويج في بطولة أوروبية كبرى.